الممثل المغربي اللي يقدر يدير بلاصتو في مجال التمثيل بصوتو والشخصيه اللي قويه ديالو، ويقدر يوصل لواحد الشهره اللي ما قدروش يوصلوا ليها بزاف ديال الناس من قبله. فرحبوا معنا بأناس بسبوسي. لا لا خدام انا في واحد المركز الشقه. السلام سيدي. كاين شي مشكل؟ انا مسلمه. شرفين مالها قيدنا في هذا المركز ديال الفن جات لي الهيب هوب. والهيب هوب راه فن تا هو لالا بحال ماشي هادشي ولدي. لما الولاد في البيت تجي لي اللي مكتوبه مكتوبين فيهم شي تكتيك السياسه. لا ما تهضريش في هادشي. يلا ايوا نوض شقال. شكون هو هذا؟ هذا كريم. شكون اللي قال لك تجيبو لهنا؟ راك عارف نهار كتعرك والزنقه شي بان كلامو كاع ما تساوي. خرجوا. المره الجايه غنحسن لك به. هاد البلاصه ماشي ديالك. يا هو عسى لاباس عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. مع النشاط عطنا لايك ابوني وبارطاجي مع صاحبك. في هذا الفيديو ديال اليوم ولا في الحلقه 12 من سلسله شهر رمضان المبارك غادي نتكلموا على الناس بسبوت وعلى الحقيقه ديالو وكيفاش قدر يوصل لهاد الصوره كامله بسبب صوته والشخصيه ديالو اللي قويه. فهذا الاخوه اللي كان تعجبك بحال هذا المحتوى هذا قول لنا في الكومنتات وخبط معاك اللايك اللي تسكون نبداو. وما تنساش تقول لنا شي فكره نجيبوها لكم في الفيديو الجاي اللي تسكون نبداو. أناس بسبوسي ممثل ومغني راب مغربي اللي تفرج في سلسلة بين القصور ولا كازا ستريس غيكون تيعرف وغاولي عزيز عليه، حيت هادو هما اللي مثل فيهم وداروا بوم في المغرب. وانا نيت عرفتو في سلسلة كازا ستريس بدورو هو بطل في جوج مسلسلات، والله معروف غير بصوتو والكاريزما اللي عنده، بعيدا عن الادوار اللي كيعطيوه المخرجين في المسلسلات. ماشي بحال حياته الخاصة، بالعكس هو ظريف ومتواضع. كاينين شي حوايج اللي عند حميد في لاسيغي كاينين عند انس بصح في حياته تشوفا، وهاد الحوايج ماشي هما اللي تبازيت عليهم باش نانتربريتي حميد. سي حميد كيما في ديكوفغيغ عكس المسلسلات اللي تيبان فيهم ميب وقبيح وكيخلع. المهم خش المعضل. طبعا انا معضل وهو معضل، يعني كان لقاء الجبابره. سبب علاش المخرجين كيحبوا يعطيوه الدور باش يأدي الدور ديال شي واحد طاسر ولا مشرمل، حيت تتقن الادوار لانه يكون قبيح ولا راجل عصابات تأديهم بطريقه جميله اللي كتسراح معاه في الفيلم. التليفون غنخبط عندك. ماما التليفون ياسين ما غديش التليفون. غنخبط التليفون غنى. ياسين وقف تما رصع. انا داك التليفون تي طلق التليفون. هاك انت واش غدير به؟ يلا بعد مني، يلا خرج. الاعمال اللي خدم فيهم هما هادو. اول عمل ليه هو كان فيلم علي صوتك، وهنا فين تعرفوا بداو المخرجين تيجيبوه في مسلسلات. والعمل الثاني ديالو كان في مسلسل كازا ستريخ، المسلسل اللي حقق نجاح كبير وشهرة. والعمل الاخر ديالو وهو الثالث ديالو ديال اناس هو العمل مال الدنيا. والعمل الرابع والاخير هو مسلسل بين القصور اللي حقق انجاز كبير وشهرة وكل شيء كيتفرج فيه، واللي كان الدور تاعو الكاتورز اللي لقى الشهرة بزاف وبالكاريزما ديالو اللي تيمثل في داك المسلسل تاع بين القصور هو الدور ديال الكاتورز اللي هو واحد راجل خاطر. المهم الاخوه لا بغيتو تفرجوا فيه. دراري الا لاحظتوا بلا القناه تاع ام بي سي 5 كتجيب مسلسلات واعرين وحتى الافلام واعرين على هاد جوج قنوات اللي معروفين مش حال هادي ومعروفين في العالم اللي هما الاولى ودوزيم، لان جوج قنوات كيعاودوا نفس الفكره ديال المسلسلات والافلام اللي دازوا من قبل واللي دازوا في السنوات الماضيه. نرجعوا اللور في حياه اناس بسبوت. انس تزاد سنه 1990 في مدينه اسفي. العائله ديالو ماشي شي حاجه متواضعه ماديا، بعد ما كانوا ساكنين في مدينة أسفي تحولوا للعاصمة المغرب لمدينة الرباط. السبب علاش تحولوا من مدينة أسفي إلى مدينة الرباط بسبب العمل ديال الأب ديالو، وتما فين كبر أناس ودا الأصدقاء ديالو. فاش أناس بسبوس بدا تيكبر بدات تكون عنده الفكرة باش يمشي لأمريكا، وبالفعل أناس من اللي خدا الباك ديالو مشى لأمريكا في قرعة الأمريكان بحال هاد الشعب سنة 2009.
وتمانيت فين دخلت ليه الفكره تاع الراب. وهذه الفكره هذه كانت عنده ملي كان في المغرب. ملي رجع انس لمدينه الرباط قرر انه يلتحق بفضاء الشباب اللي كاينه في مدينه الرباط. وتمانيت فين تعرف على المخرج المشهور والمعروف نبيل عيوش. غادي يعطيه فرصه لانس باش يشارك في دور بطولي في فيلم علي صوتك. هنا فين غادي انس يبدا يدي ادوار ديالو بطريقه واعره بزاف وغادي يفوز بجائزه الاوسكار. وهنا فين غادي تبدا المسيره ديال انس بسبوس في مجال التمثيل. وهنا فين لقى عنده شهره ولقى عنده محبين بسبب الكاريزما ديالو بسبب الصوت ديالو كامل اللي وصل ليه انس بسبوس بالخدمه وبالعمل. ودائما الاخوان كنقول لكم خدموا وطابروا وراه غادي توصلوا لداكشي اللي بغيتو. وان شاء الله الاخوان حتى حنا غادي نوصلوا لداكشي اللي بغيتو. المهم عشان وصلنا للنهايه تاع الفيديو ما تنساوش تعطيونا لايك ابوني بارطاجي مع صاحبك. ما تنساوش تحطوا لنا شي فكره في الكومنتات باش نجيبوها لكم في الفيديو الجاي. الاخوان هاد الايامات هادي الفكرات ما كاينينش مع الصيام. المهم الاخوان طلاو نشوفكم فيديو جديد. كان معكم فركوس طلاو فيكم. هذا البربر جاي كي البرق واللي بغى يبان ينوض المنبر. هذا دول البرد جاي كالمرض هالعرو مسك تشوف على منظر. الوطن خير يطلبوا الخير اخي بيان فوني بالموت الا جات. والراب ماخر واباك الليخ بيبليك خصوصي العتاب ونجاس. داخل في الجيم بلا مانيطه الروابا يقيلوا يطلبوا في النجاس. صايق السفينه في الدي خريطه والوالده تقول سير هالنجاح. صغير وعايق بالعباد الوطن تا الدماغ تيقول بدل جنسيه. معذب خلوق انايا في الدنيا ربي يدير الخير عتق البشريه. الحمد لله مكسي لباس